السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفات ساهلين وسريعين دغيا تيوجدوا. غادي نحضر معكم فطائر في المقلاة بالعجينه السائله وبدون بيض، تيجيو بحال الشكل ديال لي كريب. غادي نحضر بهم الملح والحلو. غادي نحضر معكم كذلك تحليه بالفريز اللي كتجي بنينه بزاف، وما نسيتكمش كذلك من العصير. ونبداو على بركة الله. اول حاجه غادي نحضر الحشوه ديال الفطائر المالحين. غادي نحتاجو بصله كبيره اللي قطعتها هكا شرائح رقاق. عندي فلفله حتى هي قطعتها هكا رقيقه. انا استعملت فلفله حمراء غير لانها كانت متوفره عندي، ممكن تستعملوا اي نوع ديال الفلفله. عندي هنا صدر ديال الدجاج اللي قطعته حتى هو شرائح رقاق. زدت شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال القزبر يابس مطحون. غادي نزيد شويه ديال سكينجبير وشويه ديال الثوم بودره اللي ممكن انكم تعوضوها بضريس ديال الثوم تتحكوه في حكاكه رقيقه. غادي نزيد شويه ديال التحميره وعصير ديال نص حامضه، وفي الاخير غادي نزيد صلصه الصوجا. هنا ضفت 2 ملاعق ديال صلصه الصوجا. صافي غادي نخلطهم اولا غادي نحركهم وغادي نغطيهم. غادي نخليهم واحد المده حتى كيتشربوا مزيان هذيك العطريه. غادي نغطيهم بلاستيك غذائي وغادي نخليهم كما قلت لكم حتى كيتشربوا مزيان هذيك العطريه اللي ضفت عليهم. دابا غادي ندوز باش نحضر العجينه ديال الفطائر. عندي هنا 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق، وربعة الكؤوس ونصف ديال الحليب. زدت معلقه كبيره ديال السكر وثلاثه ديال الملاعق كبار ديال الزيت، 2 ملاعق ديال الخل وشويه ديال الملح. صافي درت الكل هكا في الكأس ديال الخلاط وغادي نخلطهم مزيان. هنا هاد الخليط اولا هاد العجين غادي نقسمو على 2. غادي ندير هكا واحد الصفايه باش كنتاكد بان ما كاينش تكتلات ديال الدقيق. هنا داك النصف اللي غادي نحضر به الفطائر المالحين خليته هكاك، والنصف الاخر اللي غادي نحضر به الفطائر الحلوين زدت عليه 2 ملاعق اخرين ديال السكر سنيده وكيس ديال السكر بنكهه الفاني. وغادي نعاود نخلطو هكا في الكأس ديال الخلاط وحتى هو غادي نصفيه وغادي نخليه نخلي هاد العجين تيرتاح واحد شويه. ونبدا كنطيب هاد الفطائر في مقله اللي كنطيبوا فيها البغرير اولا مقله ما تكونش كتلصق. الا كانت كتلصق فكديرنا بواحد شويه ديال الزيت. صافي كنخلي ديك الفطيره اللي درت في الاول كنخليها كطيب شويه من التحت. المهم كيبان ليا داك العجين نشف. صافي تنقلبها على الجهه الاخرى. هادو الفطائر اللي غادي نحضر بهم اولا اللي غادي نعمرهم بالحشوه المالحه، فما كنخليهمش يتحمروا بزاف لان باقي غادي نعاود نحمرهم بعد ما غادي نعمرهم. كنخليهم غير كنحس هذيك العجينه نشفات من الفوق صافي تنقلبهم كنخليهم واحد شويه يطيبوا من هذيك الجهه الاخرى. صافي تنزولهم. بالنسبه للفطائر اللي ضفت لهم اولا العجينه اللي ضفت لها السكر فكنخليها كتحمر هكا. هادو الفطائر الحلوين كنخليهم تيتحمروا من هذيك الجهه تنقلبهم من الجهه الاخرى كنخليهم كذلك كيتحمروا. صافي وكنزولهم. هادو اصلا كيتحمروا دغيا لان فيهم السكر ماشي بحال الاولين اللي مالحين. هادوك ما كيتحمروش دغيا لان ما فيهمش السكر. صافي غادي نطيبهم كاملين بنفس الطريقه كما شفتوا راه كنخليهم كيتحمروا كنقلبوا الجهه الاخرى تنخليهم يتحمروا كذلك. هاد الفطائر كي كنطيبهم كنديرهم في منديل، ضروري هكا يطاطاو بمنديل باش كيبقاو محافظين على الطراوه ديالهم ما كييبسوش. صافي هنايا بعد ما كملت هذيك العجينه اللي عندي كامله. دابا غادي ندوز باش نطيب هاد الحشوه اللي حضرت في الاول. الدجاج والبصله والفلفله اللي خليتهم هكا حتى تشربوا هذيك العطريه اللي ضفت عليهم مزيان. هنا خديت مقيله درت فيها شويه ديال الزيت وغادي ننزل فيها هذاك الدجاج والبصله والفلفله. غادي نخليهم في الاول كيتشحروا. كتكون النار شويه مجهده. كنخليهم كيتشحروا باش ما كيطلقوش الماء. كيبانوا ليا تشحروا مزيان. صافي كنقص عليهم النار وكنخليهم حتى كيطيبوا وكينشفوا تماما من الماء. صافي وها هي الحشوه ديالنا وجدات. تنخليها حتى كتبرد مزيان عاد كنبدا كنعمر في الفطائر. انا غادي ندهن الفطيره بواحد شويه ديال كريمه الجبن اللي شاركت معكم في الفيديو السابق. نفس الكريمه غير زدت عليها واحد شويه ديال بودره الثوم. صافي كندهن كما قلت لكم هكا شويه ديال كريمه الجبن وكنحط فوق منها شويه ديال الحشوه. كنحط قطع ديال الكورنيشون اولا الخيار المخلل اللي قطعته رقيق وقطعه ديال الجبن وكنطوي الفطيره هكا بشكل مستطيل.
ممكن أنكم تعوضوا هاد كريمة الجبن بأي صلصة كتبغيو، ممكن تستعملوا غير المايونيز أولا المهم أي صلصة كتبغيو. صافي كندير هكا الوسط ديال الفطيرة بشوية ديال كريمة الجبن، كنحط الحشوة وقطعة ديال الكورنيشون وقطعة ديال الجبن وكنطويها بهذا الشكل هكا، شكل مستطيل. صافي من بعد ما غادي نعمرهم كاملين، غادي نديرهم في مقله اللي درت فيها شويه ديال الزيت، كنخليه حتى كيسخن وكنحط هذوك الفطائر تنخليهم حتى كيتحمروا من الجهتين، كنخليهم كيتحمروا من هذه الجهه كنقلبهم للجهه الاخرى، كنخليهم هكا كيتحمروا مزيان. صافي تنحيدهم تنخليهم حتى لوقت التقديم، كنديرهم هكا في الطاوه اللي كتدخل الفرن. غادي ندهن الوجه ديالهم بشويه ديال كريمه الجبن اولا اي صوص استعملته، كدهنوا هكا بها الوجه ديال هذوك الفطائر وكديروا فوق منهم الجبن وكتدخلوهم للفرن اللي تيكون مشعل غير من الفوق، غير كيذوب هذاك الجبن من الفوق وكيتكراتينا وصافي وكتخرجوهم. صافي هنا من بعد ما خرجتهم من الفرن كما قلت لكم كنخليه حتى تيذوب داك الفرماج فوق منهم. صافي تنخرجهم وكنحطهم هكا في طبق التقديم كيتقدموا هما سخان. دابا غنصايب صلصة الكراميل اللي غادي ندير مع الفطائر الحلوة. هنا عندي كاس ديال السكر سنيده درتو في كاسرولة فوق من النار مهيله، كنخليه حتى كيذوب. ضروري النار تكون مهيله باش ما كيتحرقش هذاك السكر. كنخليه هكاك مره كامله كنحرك هذيك الكاسرولة حتى كيذوب هذاك السكر كامل. كنزيد معلقه كبيره ديال الزبده كنخلطها حتى كتندمج مزيان مع هذاك الكراميل. عاد كنزيد كاس ديال الحليب سخون، ضروري الحليب يكون سخون. كيبان لكم هكا داك الكراميل شويه بحال الجمع، غير كتبداو هكا كتحركوا دائما على نار مهيله، كتبقاو كتحركوا حتى كيبان لكم عاود داب كامل. هنا زدت معلقه ديال النشا اللي ذوبتها مع شويه ديال الحليب، تقريبا 2 ملاعق ديال الحليب، وكنبدا كنحرك هكا. انا استعملت الطراب وبديت تنحرك حتى بانت لي ديك الصلصه شويه تقالت، بدات كدير فقاعات. صافي كنزولها من فوق النار كنخويها في اناء، غادي نغطيها وغادي ندخلها للثلاجه باش تبرد دغيا. ممكن تخليوها غير هكا فوق سطح العمل حتى كتبرد مزيان، عاد كتستعملوها. انا دخلتها للثلاجه لان كنت مزروبه، المهم خليتها حتى بردت. صافي كنديرها هكا، كندير شويه هكا فوق من هذيك الفطيره اولا فوق الكريب، وكنحط قطع ديال الموز اولا البنان. هاد لي كريب هكا بالكراميل والبنان تيجيو بنان بزاف، كنعرفوا بان الكراميل كيتواتى بزاف مع البنان. صافي كندير هكا وكنجمعهم، كنجمع ديك الفطيره على شكل مثلث. بالنسبه للتزيين كندير هكا شويه ديال صلصه الكراميل من الفوق، وكندير فوق منها شويه ديال اللوز ايفيلي اللي حمرته في الفرن. دابا غادي ندوز باش نحضر التحليه. عندي هنا 2 كؤوس ديال الحليب، زدت معاهم 2 ملاعق كبار ديال السكر سنيده و3 الملاعق كبار ديال النشا. كنحركهم مزيان وكنحطهم فوق النار مهيله مع التحريك المستمر حتى كيبان لي هذا الخليط عقد هكا وتحصلت على كريمه بهذا القوام. كنزولها من فوق من النار وكنضيف ياغورت ديال الفريز، كنحرك وكنزيد واحد شويه ديال النكهه ديال الفريز، كتبقى اختياريه غير هي تتعزز المذاق ديال الفريز وكتعطينا كذلك هذا اللون. غادي نخلطها هكا مزيان، غادي نفرغ هاد الكريمه في اناء، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي يكون تيلامس السطح ديالها وكندخلها للثلاجه، كنخليها حتى كتبرد مزيان. انا عندي شويه ديال الكريمه السائله، تقريبا نص كاس ديال الكريمه السائله، كنطربها ما كنطربهاش حتى كطلع مزيان ولا كتوقف. المهم هي كتبان لي هكا طلعت شويه صافي، وكنحبس من التطراب. كنخرج هذيك الكريمه اللي حضرت في الاول من بعد ما بردت تماما، كنحركها شويه بالطراب وكنضيف عليها هذيك لا كريم شونتي اللي حضرت. كنخلي واحد شويه ديال هذيك الكريمه باش غادي نزين في الاخير. كناخذ هكا الكؤوس فاش غادي ندير التحليه، كندير شويه ديال البسكوي اللي طحنته تيبقى هكاك شويه بحال مهرمش، درت مع شويه ديال الزبده مذوبه. كنحط هكا واحد الطبقه ديال البسكوي وكندير قطع ديال الفريز في الجوانب ديال الكؤوس، وكنحط هذيك الكريمه اللي حضرت وكنزيد فوق منها واحد شويه ديال البسكوي وكنعاود نغطيه بالكريمه. كندخلهم للثلاجه حتى كيبردوا مزيان، تنخرجهم وتنزينهم هكا بورود ديال الكريمه اللي قلت لكم غتخلي واحد شويه ديال لا كريم شونتي، وكنزين هكا بقطع ديال الفريز. وهي التحليه ديالنا وجدت.
بالنسبة للعصير عندي هنا نص لتر ديال عصير البرتقال، زدت عليه نص لتر ديال الحليب، ياغورت طبيعي، 2 قطع ديال الجبن المثلث، و3 ديال الملاعق كبار ديال السكر سنيده، والسكر تيبقى حسب الذوق. غادي نطحن الكل جيدا وها هو العصير واجد. بالنسبة للياغورت ممكن انكم تضيفوا اي نكهه كتبغيو، انا كنبغي هاد العصير يجي هكا غير بالنكهه ديال البرتقال، داكشي علاش كنضيف ياغورت طبيعي. وهادو هما الوصفات اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.